صبغت شعرها أحمر ولبست جيبة فوق الركبة وراحت درس القرآن، والجمهور بيقول لها ربنا يقوي إيمانك. البلوجر يارا البهنساوي قلبت الدنيا بسبب تصرفاتها. تعالوا كده نقول لكم إيه الحكاية. يارا البهنساوي كانت حديث السوشيال ميديا كلها في الساعات الأخيرة، واللي متابع يارا عارف إنها من أكتر البلوجرز اللي بيحبوا يشاركوا المتابعين كل خطوة في يومهم، ولو عملت أي حاجة جديدة بتصورها من أولها لآخرها. لكنها ما كانتش تعرف إن المرة دي هتقلب عليها الجمهور وهتخليهم يتكلموا على اللي هي عملته. الحكاية بقى بدأت لما نشرت يارا فيديو وهي بتستعد لإيفنت كبير ومهم، وكان شرط الإيفنت ده إنها تكون لابسة أحمر، لكنها قررت إنها تعمل حاجة مختلفة. طلعت وصورت فيديو وهي بتصبغ شعرها أحمر وشاركت المتابعين كل حاجة بالتفاصيل، وبعد كده راحت ولبست جيبة فوق الركبة وبلوزة مفتوحة. حضرت الإيفنت ولحد هنا الموضوع كان عادي جدا، لكن اللي كان مفاجئ بقى بالنسبة للجمهور هو إنها بنفس اللبس راحت علشان تاخد دروس في الدين، تحفظ قرآن وتفهم أحكام التجويد، وقالت إنه ورد يومي بتعمله مع ناس متخصصين. وطلعت في الفيديو وهي بنفس الطريقة دي، ما غيرتش أي حاجة ولا حتى حطت طرحة على شعرها أو لبس الطويل. وكملت بعدها الفيديو للآخر إنها خرجت وكملت خروجها مع صحابها، وهو ده السبب اللي خلى الجمهور ينتقدها، وكانوا شايفين إنه إزاي تروح درس الدين بالشكل ده، وإن اللي بتعمله ده لا يمت بالدين بصلة. دول كمان لاموا على الناس اللي بتاخد معاهم الورد اليومي، وقالوا إنهم ما كانوش المفروض يستقبلوها بسبب اللي هي عاملاه في شكلها، وإنها المفروض تحترم الحاجة اللي هي بتعملها، وما ينفعش تسمع أو تقرأ كلام ربنا وهي بالمنظر ده. الانتقادات كان ملهاش آخر، وبسبب الحكاية دي يارا بقت ترند. لكن الغريب إنه ظهر فئة من الناس بتدافع عنها، وقالوا إن اللي هي عملته ده مش غلط، وعلى الأقل هي بتجاهد وتحاول تقرب من ربنا. في ناس ممكن تكون ملتزمة في لبسها، لكن عند ربنا تكون يارا أحسن. وانتقدوا الناس اللي بتهاجمها وقالوا إنهم بيكرهوها في إنها تقرب لربنا، واللي بيعملوه ده مش الدين. الدين دين يسر مش دين عسر. أما بالنسبة ليارا فكانت ملتزمة الصمت تماما، وما طلعتش ولا ردت على أي انتقاد من اللي توجهوا لها، وكأنها مش شايفاهم أساسا، خاصة إنها مش المرة الأولى اللي تتعرض فيها للانتقاد بالشكل ده. دلوقتي بقى جدوركم انتوا تقولولنا شايفين اللي عملته يارا صح ولا غلط، وهل فعلا اللي بينتقدوها مش على حق؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقع صوت الملايين.